شفت قبل كده صورتين لميتين بيتقابلوا بس ما بيختلطوش؟ واحدة لونها أزرق والتانية بني وواقفين قصاد بعض كأن في حاجز خفي بينهم. المشهد ده بيحصل في أكتر من مكان في العالم ومش فوتوشوب. ده اسمه البرزخ. بس إزاي؟ دي كلها مية، إزاي تفضل مفصولة؟ هل ده سحر ولا معجزة؟ ولا في تفسير علمي؟ تابع معايا علشان هتحس إنك بتغوص في أعماق سر كبير جدا. سر اسمه البرزخ. البرزخ في اللغة يعني الحاجز أو الفاصل، وفي القرآن ربنا قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني البحرين بيتقابلوا بس بينهم حاجز مانعهم إنهم يندمجوا. بس الحاجز ده مش سور خرسانة ولا فصل بلاستيك، ده مية، بس مية غريبة ليها خصائص مش بتخليها تندمج بسهولة مع التانية. زي بالظبط لما تحط زيت على مية هيفضلوا مفصولين، بس دي مش زيت، دي مية برضه. الظاهرة دي بتحصل في أماكن مشهورة جدا في العالم، زي نقطة التقاء نهر الأمازون مع نهر ريو نيجرو في البرازيل، منطقة مضيق جبل طارق ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، خليج البنجال في الهند، عند التقاء نهر الماسيسيبي مع خليج المكسيك. وفي كل الأماكن دي بنشوف نفس الظاهرة، مية بلون ومية بلون تاني واقفين قصاد بعض ومش بيختلطوا. اعرض مشاهد جوية للمناطق دي. هنا بقى يجي العلم. المية دي مش زي بعض، واحدة فيها نسبة ملوحة أعلى، التانية أنقى. واحدة فيها حرارة أعلى، التانية أبرد. واحدة فيها رواسب طامي والتانية صافية. كل ده بيخلي الكثافة مختلفة. المية التقيلة تفضل تحت والخفيفة فوق، ولو الاتنين جنب بعض هيفضل في بينهم حاجز طبيعي اسمه طبقة التدرج. يعني ببساطة المية مش رافضة تتخلط علشان عنيدة، لا، هي بس مختلفة في تركيبها، وكل نوع محافظ على خصائصه. في ناس قالت إن دي معجزة إلهية، خصوصاً وإن القرآن أشار ليها من 1400 سنة قبل ما العلم يعرف حاجة عنها. وفي ناس قالت لا، ده مجرد اختلاف في الكثافة والملوحة. بس الحقيقة الاتنين صح، لأن الظاهرة علمية 100%، لكن توقيت الإشارة ليها في القرآن قبل ما أجهزة التحليل تطلع هو ده المعجزة. المعادلة العجيبة دي بين العلم والإيمان بتخلي البرزخ مش مجرد ظاهرة فيزيائية، لا، ده دليل على دقة الخالق. لا، البرزخ مش دايم، هو متغير مع الوقت والضغط والرياح والمد والجزر. يعني مثلا لو حصل زلزال بحري أو عاصفة ممكن الميتين يختلطوا، لكن أول ما الوضع يهدى كل مية ترجع مكانها، كأنهم اتعودوا يعيشوا منفصلين. زمان ما كناش نقدر نشوف الفرق ده بوضوح، لكن دلوقتي بالتصوير الجوي والدرونز بقينا نقدر نشوف الفرق في اللون ونحلل المية ونعرف كل تفاصيلها. وده اللي خلى ناس كتير تتكلم عن البرزخ كظاهرة غريبة ومبهمة، مع إنها دايما كانت بتحصل. مش لازم يبقى بين بحر وبحر، البرزخ ممكن يكون بين نهر وبحر، بحيرة ونهر، حتى بين 100 صرف و100 نهر. أي ميتين مختلفين في الخصائص ممكن يبقى في بينهم برزخ. والأغرب، في علماء شافوا البرزخ في الميكروسكوب بين نوعين من السوائل داخل الخلايا. البرزخ بيلعب دور مهم جدا في البيئة، بيمنع تلوث البحر بمياه الصرف في بعض المناطق، بيحمي الكائنات البحرية اللي متعودة على ملوحة معينة، بيساعد في تنظيم حركة الأسماك والكائنات الدقيقة. يعني مش بس منظر جميل، ده نظام دقيق لحماية الحياة تحت المياه. في حاجات في الكون بتحصل قدام عينينا بس ما بناخدش بالنا من عظمتها. ظاهرة البرزخ بتفكرنا إن العلم والدين مش ضد بعض، بالعكس، كل ما نكتشف حاجة نلاقي إن ربنا سبق وقالها. المية اللي مش بتختلط بتقولك كل شيء ليه حدود، حتى المية. لو عجبتك الرحلة دي دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر ظاهرة طبيعية نفسك تفهمها. سلام.